في اخبار منتشره بتقول ان موبايلاتنا بالكامل في خطر. شركه تبع اللي ما يتسموا بتسرق بيانات مستخدمين من مصر والسعوديه وباكستان و150 دوله حول العالم. جوجل نزلت بيان بتحذر فيه مستخدمينها من اختراقات محتمله هما ما لهمش اي يد فيها، وكمان ما يقدروش يمنعوها عنك ولا يحذروك منها. وابل نزلت بيان بتقول في نفس الكلام. تقرير كارثي بيقول ان في شركه اسرائيليه اسمها انتليكسا تقريبا من اقوى شركات الامن السيبراني، وكل ده بسبب اللي هتعرفه في الفيديو ده. فولو ولايك وشير عشان الفيديو يعدي منهم على خير، وصلي على النبي واسمع الحكايه. الشركه دي اخترقت حسابات جوجل وابل اكاونت في اكتر من 150 دوله حول العالم. التقرير بيقول ان اكتر المستهدفين من مصر والسعوديه وباكستان. المصيبه الاكبر ان الشركه دي طورت تقنيه اسمها تقنيه علاء الدين. التقنيه دي تقدر توصل من خلالها لاي شخص ايا كان مكانه او موقعه. التقنيه دي يقدروا يخترقوا بها الموبايل المستهدف من خلال الاعلانات، وكمان مش محتاجين ان الشخص يضغط على الاعلان ده، مجرد ما بيقف على الاعلان وعينه بتيجي عليه يقدروا يخترقوا الموبايل بتاعه. وكمان مش محتاجين ان الشخص يعثر في الاعلان بالصدفه، لانهم بكل بساطه يقدروا يظهروا اعلان لشخص بعينه عشان يوصلوا لموبايله. وغالبا ده اللي بيحصل دايما لما بيحتاجوا يصطادوا ضحيه بعينها، بيوجهوا ليه اعلان على كل مكان بيدخل عليه عشان يعثر فيه، وبمجرد ما بيشوفه شكرا بيكون وقع خلاص تحت ايديهم. وتفتكر بقى لما بيصطادوا شخص بيعملوا فيه ايه؟ ولما بيصطادوا شخص بيقدروا يوصلوا لكل حاجه في الموبايل عنده، محادثات الواتساب او اي محادثات على اي بلاتفورم، الجيميلات اللي عليها جهات الاتصال والصور والفيديوهات والحسابات على جميع المنصات بجميع الباسوردات بتاعتها. اللي بيحصل ده كارثه امنيه وجريمه الكترونيه اللي ما يتسموا بيرتكبوها في حق العالم اجمع. شركه انتليكسا دي اتفرض عليها عقوبات سنه 2023 في الولايات المتحده عشان طورت خاصيه برضه كانت بتخترق بيها موبايلات المستخدمين، ولكن بطريقه كانت بتحتاج ان الضحيه تضغط على الرابط او الاعلان المفيرس اللي هيتصاد بيه. دلوقتي بقى التقنيات بتاعتهم اتطورت لدرجه انهم بقوا يقدروا يخترقوا اي موبايل عادي، ومفيش اي مانع امني من الشركات اللي بتتحكم في الموبايل يقدر يوقفه، سواء بقى ابل او اي شركه، لانهم بكل بساطه يقدروا يدخلوا الموبايل اي شخص بنظره عين على اعلان بيطلقوه زي الطلق، ومش هيستنوا الشخص ده يعثر في الاعلان بالصدفه، لانهم بكل بساطه بيرشقوا له الاعلان في وشه على اي منصه من اللي كلهم تحت سيطرتهم، اللي غالبا انت بتشوفني على واحده منهم دلوقتي. انا عملت فيديو قبل كده وحذرت من الموضوع ده، وتحديدا لما النت طلع وقالها صريحه كده. Did you have cell phones? You have cell phones here? You're holding a piece of Israel right now. لو معاك موبايل فانت معاك قطعة من اسرائيل. كل الموبايلات والاجهزة اللي في ايادي العالم اجمع تحت سيطرتهم بشكل كامل، ومن زمان مش من دلوقتي. التقنيات دي هم بيطوروها بس عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبة لهم وتكة زر، والحل الوحيد انك تتعامل مع الموبايل كأنه شخص غريب بيخدمك فقط، ما يكونش في حضنك وانت نايم، ما يدخلش معاك الحمام، ما يشوفش اي خصوصيات، ما ينفعش تطلع للعلن، وخصوصا بقى لو انت شغال في مكان مهم وهم بيحتاجوا منه معلومات. الناس دي خطيرة لدرجة كبيرة، وده دليل على ان نهايتهم قربت. لو فتحت مصحفك على اول سورة الاسراء وراجعت الآية اللي بتقول ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، وهم دلوقتي الاكثر ثراء على الارض والاكثر سيطرة على الارض لدرجة انهم يقدروا يدخلوا بيتك ويسرقوا خصوصياتك بدون اذنك وبدون ما انت تعرف. لو بصيت على الآية اللي بعدها هتلاقيها بتقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الآية بتقول لهم إنهم لو أحسنوا في الوقت اللي هيمتلكوا فيه القوة والمال هيبقى لمصلحتهم ولنفسهم، وإن أسأتم فلها، وهم والله ما أحسنوا ولا حتى بيفكروا في إحسان، وكل اللي بيعملوه إنهم بيفسدوا في الأرض، وجزاؤهم هو وعد الآخرة، وهينتهوا هيبقى وشهم أسود كمان في النهاية، والمسجد الأقصى هيتفتح وهيبقى انتصار عظيم بإذن الله. ربنا ينتقم منهم ويخلصنا منهم على خير. لو أنت معايا في اللي بقوله ما تنساش تدعم الفيديو ده وتساعده في الانتشار بفولو ولايك وشير وتصلي على النبي.